مهما اقول لكم قد ايه الهير اويلنج بجد بيفرق في شعري مش هقدر اشرح لكم، وبجد الصور هي اللي بتثبت طول ولمعان وتقل. وبجد انا هير اويلنج انثوزيست حتى لما كان كل الناس بتقول بلاش. والزيت اللي انا معتمده عليه اعتماد كلي دلوقتي هو دابر امله، وده مش اعلان خالص، بس هو حتى لو كان اعلان بجد زيت خطير. واحلى ما فيه ان هو بيطول ويتقل وبيتغسل بسهوله قوي. هل لازم تستعملي نفس الزيت اللي انا بستعمله؟ لا، براحتك، ممكن تستعملي كوكونات اويل، ارجان اويل، جوجوبا او جوجوبا، تريشوب، زي ما انت عايزه على حسب الاحتياج اللي انت محتاجاه لشعرك. انا بحب لما اعمل هير اويلنج النص اللي تحت من شعري يكون عليه هير ماسك مش زيت، علشان ده بيسهل عليا غسيل شعري. هل لازم تعملي زي بالظبط؟ لا، بس صدقيني ده اسهل لك كتير في انك تغسلي شعرك من غير ما تجهدي. ونسيت اقول لكم ان انا برضو لما بعمل هير اويلنج بستعمل الديرما ستامب عند الاماكن اللي انا عايزه يطلع فيها بيبي هير جديد، بس في العادي بعمل كده قبل ما احط الزيت. انا هنا بس بوريكم ازاي بعملها. الحركه دي انبتت لي شعر في اماكن بجد ما بيطلعش فيها شعر من وانا عندي 8 سنين. ودي شويه ريكومنديشنز لاويلز بتطول وتتقل الشعر وكمان بتديهم لمعه حلوه قوي. لكن بيطلع شعر جديد، ولو الروت عندك نشفه بيطريها جدا. تريشوب بيطلع شعر جديد ويطول الشعر بس ممكن تحسي بشويه نشفان. جروفي جروث من فيفلين بيطول ويتقل الشعر. دابر امله بيطول وينعم الشعر جدا، وهو الوحيد اللي ساعات بحطه على شعري كله. وماي بيرسونال فيفورت لاي حد شعره جاف ساسيمي اويل، بيطول ويتقل ويأخر ظهور الشعر الابيض.